بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. البنات جبت لكم اليوم كبده مشرمله معسله. الله الله البنات جربوها وان شاء الله راح تعجبكم. كما راكم تشوفوا البنات انا قليت معاها شويه بطاطا. راح نعطي لكم واحد الطريقه تجيكم بطاطا من برا مقرمشه ومن داخل تجي طريه مثل الجبن. تهبل البنات، يعني شوفوا الوصفه كيفاه، تبعوني برك وراح تنجحوا فيها باذن الله. هنا البنات ديت 4 حبات بطاطا متوسطين، وانتم ديروا على حسب افراد العائله، يعني كل واحد والافراد العائله تاعو. نحكي نقصها كيما راكم تشوفوا شرائح، ما ديروهمش رقاق البنات، ديروهم شويه خشان. دوك نعطيكم لكم كيفاه. شوفوا قد واحد ديروهم، وتكونوا غليتوا الماء البنات، غلوه مليح لازم حتى يغلي، وتحطوا هذيك البطاطا فيه وتخلوها حوالي 10 دقائق حتى يبدا يدفى هذاك الماء. الطريقه هذه البنات اولا مش راح تشرب لكم البطاطا الزيت يا ياسر، ومش راح تجيكم تتحرق يعني في القلي. فقط كي تقلوها البنات نقصوا عليها، ديروها في درجة حرارة متوسطة وقلوها هكذا كما راكم تشوفوا. نغطيها ونحطها بجي حتى تفوت 10 دقائق ونبدا نقلي فيها. هنا البنات الكبده تاعي راني غسلتها قبل، غسلتها مرتين بالخل ومره الاخرى بالملح. وقصيتها كما راكم تشوفوا شرائح رقيقه. تحبوا تكبروهم كبروا، تحبوا تصغروا قل من هكا صغروا. البنات هنا حطيت المقله تاعي سخنت مليح، لازم تسخن مليح، وصبيت فيها كميه معتبره من الزيت. ونحط الكبده تاعي البنات نقليها على نار لازم تكون قاويه، لانه لو كان تقلوها في نار خفيفه راح تطلق لكم الماء. نقلوها كما تشوفوا البنات، لازم تتقلى مليح حتى تبدا تحمر، ومن بعد نكملوا الاضافات تاعنا. اعتذر البنات على الصوت، راني بالزكام. ربي يشفي كل مريض يا رب. هكذا ونخلطوا مليح كما قلت لكم، لازم تكون نار قويه. ومن هي راني نقلي في البطاطا تاعي. هنا البنات بعد ما تحمرت شويه الكبده تاعي زدت لها قرن طرشي وقرن فلفل حار. الطرشي هو الفلفل الحلو البنات. نخلطه مليح ونزيد نخليها طيب، يعني وعلى نار قويه كما راكم تشوفوا. هنا نضيف لها شويه ملح، شويه فلفل الكحل، شويه كمون، كمون ابيض، وشويه راس الحانوت. وتحبوا تزيدوا تضيفوا الفلفل الاحمر ملح، انا كان مش متوفر عندي، راح تجيكم خير وخير. واللي ما عندهاش الفلفل الاحمر ملح دير الهريسه، تحلها مع الطماطم. دوك تشوفوا كيفاه هكذا ونخلط. يعني عشاء خفيف البنات اللي هليه توجدوه. اللي تحب ديروا كاسكروطات ديروا، اللي تحب ديروا تحطوا في صحن التقديم كيما درت انا، يعني كل وحده وطريقه التقديم تاعها. ما تنسوناش البنات تبارطاجيو الفيديوهات مع صحاباتكم وحباباتكم، بارك الله فيكم. ادعمونا شويه، والله القناه تاعي راهي ناقصه خلاه. وان شاء الله تعجبكم الوصفات. شوفوا البنات هنا، شوفوا جبت مغرف مغرف تاع طماطم مصبره وحليتها في شويه ماء. كما قلت لكم هنا تحبوا تضيفوا الهريسه ضيفوا، يعني اللي يحب الحار. انا اكتفيت بالفلفل هذاك كان حار، يعني حار ياسر خلاه. ودرت زوز فصوص عفوا تاع ثوم. لازم يكونوا زوز فصوص كبار، واذا عندك ثوم صغيره ديري 3 ولا 4. يعني هذاك الثوم هو اللي راح يعطيها طعم ولا اروع. راح تجيكم معسله البنات، واحد الطعم واحد شوفوا البنات لاصوص تاعها هذه جات ولا اروع. هنا الكبده تاعي راهي وجدت البنات، نطفي عليها لاني خليت هذاك لاصوص نحتاجو لانه راح نغمسو فيه. والبطاطا تاعي راني قليتها كيما راكم تشوفوا. طابت يعني ماهيش حمراء، طابت يعني بقات محافظة على اللون تاعها. لاصوص هذيك البنات نحتاجوها. شوفوا كيفاه جات معسلة. الله الله جربوها البنات ان شاء الله تعجبكم. انا البطاطا ديما نديرها بالطريقه هذه تجيني تهبل، يعني حتى الاولاد ياكلوا منها ما شاء الله. خاطر كاين ساعات تجينا بطاطا شغل فيها الماء من داخل، كي تقليها تولي تحمار. يعني هذه الطريقه راح تتفاداو هذاك الاحمرار البنات.
شوفوا الطبق تاعنا، الله الله البنات، إذا راح ديروهم كسكروطات حاولوا إنكم تخلطوا البطاطا في المقلة مع الكبدة، يعني راح تتشرب هاذيك لاصوص، ومن بعد ديروها في خبز باغيت ولا الشي اللي متوفر عندكم، ولا هذاك الخبز المطلوع تاع ديروهم قرص صغار وطيبوهم، ونقدموها هنا مع قازوز وسلاطة والشي اللي متوفر عندكم البنات. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، بارطاجوها مع حباباتكم البنات، وما تنسونيش بالجيم والاشتراك وتعليق حلو كيفكم، ربي يحفظكم. هنا انا درت معاها كسرة تاع مطلوع، شوفوا كيفاه معسلة البنات، لاصوص تاعها جات ولا اروع. يعني هذا عشاء خفيف تاع صيف، جاي مع انه جاي الصيف الانسان ساعات يتحير واش راح يطيب. هاي ليكم البنات الوصفة. شوفوا الطبق تاعنا البنات، منظره يشهي. شهيتكم في الجنة ان شاء الله يا رب، وبالصحة والهنا، تاكلوه بالصحة والهنا، واللي جربت الوصفة ان شاء الله تخلي لي تعليق نشوفوا تراها يعني اذا عجبها الطبق ولا لا. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.